بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المتابعين، نعود معكم من جديد، معكم أخوكم حميد دشتي وإسماعيل. اليوم التاريخ 5/12/2024. اليوم يوم الخميس. موضوعنا اليوم راح يكون اجتماعي. اليوم أيضا راح نتكلم عن العلاقة النرجسية، هي علاقة سامة، وهذا الجزء راح يكون الجزء السادس، طبعا بناء على القصص اللي توصلني، وأيضا جمعت هذه المعلومات من تجارب الآخرين ومن أساتذة علم النفس، وعلى رأسهم الأستاذة القديرة نادية محمد، وأيضا من تجاربي. الشخصية النرجسية إذا دخل في علاقة معك أو دخل في حياتك لا لأنه يحبك، بل دخل في حياتك لكي يستغلك، دخل لكي يأخذ من حياتك وطاقتك. الشخص النرجسي ضعيف في داخله، لا يستطيع أن يعيش لوحده. أعظم وأقوى سلاحه هو أنت أو أنت. السؤال الأول: ما هي علامات الشخصية النرجسية، أو كيف تعرف إذا كان شريكك نرجسي؟ هناك علامات كثيرة وأنا اخترت 30 علامة. أولا، الشخصية النرجسية قلبه حقد وحسد دائم، كأنه ينتقم من الضحية. ثانيا، الشخصية النرجسية ما يتواصل معك إلا عند المصلحة. ثالثا، الشخصية النرجسية دائما يأخذ ولا يعطي بالمقابل. رابعا، الشخصية النرجسية لا يتقبل منك النصيحة ولا يأخذ برأيك. خامسا، الشخصية النرجسية عندما تتكلم معه لا يهتم بما تقول، والحديث يقول: من لم يبالك فهو عدوك، فعلا عدو. سادسا، الشخصية النرجسية إذا لم تلبي له طلب يتخاصم معك ويبتعد، طبعا يبحث عن ضحية أخرى. سابعا، الشخصية النرجسية دائما يقارنك بينك وبين الآخرين حتى تقدم له أكثر من الآخرين. ثامنا، الشخصية النرجسية عندما تمر في أزمة أو في ظروف أو في مشكلة لا سمح الله لا يقف بجانبك. تاسعا، الشخصية النرجسية يهملك ويجب أنت أن تهتم فيه. عاشرا، الشخصية النرجسية يخرج دائما منه الأذية ولكن يجب عليك أن تسامح. 11، الشخصية النرجسية دائما يكذب، كذاب ولكن يجب عليك أن تصدق. 12، الشخصية النرجسية يرهقك ويجب عليك أن تراعي ظروفه. 13، الشخصية النرجسية يحرمك ويجب عليك أن تكرمه. 14، الشخصية النرجسية يحطمك ويدوس عليك حاشا السامع ولكنه يبتسم في وجهك. 15، الشخصية النرجسية ينتقدك ويجب عليك أن تتغير وهو لا يتغير. 16، الشخصية النرجسية دائما يهدد بالرحيل ولكن يجب عليك أن تبقى معه. 17، الشخصية النرجسية عنده التكبر والغرور ويرى نفسه هو الأفضل من الآخرين. 18، الشخصية النرجسية يهتم بمظهره الخارجي والعناية الزائدة، طبعا يستخدم مظهره كفخ لصيد الضحايا ودائما يصور نفسه ويرسل الصور للضحايا. علاقات اخطبوطية، بزنس، سوق، حتى سوق يمشي، عهر مع الأسف الشديد. 19، الشخصية النرجسية يختفي مدة أو فترة ثم يرجع. في هذه الفترة طبعا يكون مع ضحية أخرى يخلص منه ويرجع لك مرة أخرى. كساد، لما يكون عنده كساد يبحث عن ضحية أخرى. 20، الشخصية النرجسية يحب التحكم والسيطرة وما يخاف الله فيك. 21، الشخصية النرجسية ما يعترف بأخطاء، دائما هو على الصح. 22، الشخصية النرجسية إذا ما مشى أو ما مشت الأمور على مزاجه يقلب الدنيا عليك وينكد عليك. 23، الشخصية النرجسية دائما يفتحها بحري، ما عنده خصوصيات، ينشر غسيلة ولا عنده عيب أو حياء ولا مبدأ. 24، الشخصية النرجسية غير قنوع، مهما تقدم له في لحظة ينسى الفضل وينقلب عليك، ما يشبع. 25، الشخصية النرجسية عنده شخصيتين، شخصية مضطربة، دائما مضطربة. 26، الشخصية النرجسية شخصية مزاجية ومتلاعبة مثل الحرباية.
27 الشخصية النرجسية لا يوجد عنده مشاعر، همه المصلحة فقط ويحب نفسه فقط. 28 الشخصية النرجسية شخصية ضعيفة ومريضة، لا توجد عنده أي كرامة. 29 الشخصية النرجسية همه طبعا حطام الدنيا، الماركات وعمليات التجميل أو عمليات التشويه والسفر، طبعا كله على حساب الضحية، حب الدنيا وحطام الدنيا. 30 الشخصية النرجسية شيطان في صورة إنسان. السؤال الثاني والأخير: كيف الخلاص من الشخص النرجسي أو النرجسية؟ العلاج: أولا لا تفكر أنك تصلح شخص نرجسي. ثانيا لا تدخل في حرب مع نرجسي. ثالثا أقوى سلاح النرجسي هو بقاؤك معه أطول وقت. رابعا لا تعطي فرصة للنرجسي أن يتحكم بك. خامسا الحل هو الخروج فورا، سرعة الضوء من العلاقة مع النرجسي، الخروج فورا، وأن تقول كلمة لا، كفى، هذا هو الحل. وفي الختام نقول: اللي يعيش في الحيلة يموت في الحيرة. تحياتي.